كل الجزائريين اليوم أصبحوا يملكون إن صح التعبير ثقة عمياء تجاه الناخب الوطني المحلي، إن صح التعبير الناخب الوطني لمنتخب المحليين مجيد بوقرة. هذا المدرب الذي ما نقولش يعمل في صمت حتى الناس تأولها وتحسب اللي راني معني بين قوسين على الناخب الوطني جمال بالماضي، لكن مهمة صعبة جدا أنك تدرب منتخب. تخيل في كرة القدم أهم شيء هو يعني الاستقرار في التشكيلة، هو التناسق، هو ليزوتوماتيزم، يعني تكون عندك لوساتور تاع الفريق. في المنتخب الوطني المحلي في كل 6 أشهر يجد نفسه مرغما أو يفقد مع العناصر. تصور تقريبا أعتقد أنه أقوى منتخب اشتغل مع بوقرة ليس الذي توج بكأس العرب فعلا، وإنما المنتخب الأول الذي عمل معه، الذي كان دشن ملعب ميلود هدفي بوهران وفاز بخماسية أمام منتخب لايبيريا الأول. نذكر منتخب كان يضم آدم زرقان، كان يضم قشة، كان يضم عمورة مسعودي ناشط الآن في الدوري البلجيكي، أسماء لامعة جدا. سعيود كان منتخب قوي جدا. تصور لو واصل العمل بتلك التشكيلة والاستقرار لطيلة 2 أكيد كان سيصنع أقول معجزات. اليوم هذا المدرب لم يخسر أي لقاء رسمي، واجه منتخبات أولى لبعض الدول الإفريقية وحتى الدول العربية لم يخسر معها. في كأس العرب كانت لمسته واضحة رغم التدعيمات التي حظيت بها التشكيلة بأسماء من المنتخب الأول. أعتقد اليوم أنه بوقرة يعطيك راحة حتى ولو في المباراة المنتخب أحيانا يمر جانبا. هذا يحدث في كرة القدم لأقوى المنتخبات، ليست ثابتة، ليست علم دقيق، لكن في المجمل يدرك جيدا ما يقوم به. لاعب لم يحرق المراحل اليوم كمدرب، تدرج في مختلف مراحل كرة القدم كلاعب، لاعب هاوي، ثم لاعب محترف، ثم لاعب دولي، ثم المشاركة في المونديال، ثم شهادات تدريبية للفئات الشبانية في قطر، ثم المنتخب، ثم الفريق الأول للأخوية، وبعدها جاء إلى الجزائر. هذا الرجل لم يحرق المراحل، واليوم هو يجني ثمار عمله، ثمار معرفته وإلمامه بكرة القدم، لأن بوقرة سواء في رونجرز أو مختلف الأندية التي لعب لها تعامل مع مدربين أكفاء، واليوم ويجسد تلك الخبرة مع المنتخب الوطني. أقول أن التأهل إلى النهائي كان منتظرا اليوم، والأكثر من ذلك أنه الطاقم الفني اللي يعمل معه أيضا متكامل. أكيد لاعبين يعرفهم جيدا، دوليون سابقون. نتحدث عن مصباح، نتحدث عن بن حمو. عندما تقول مصباح يكفي في سيرته الذاتية أن تجد نادي ميلواسي. عندما تتحدث عن بن حمو زمل رونالدينيو في باريس سان جيرمان. مطمور كان لاعبا في البوندسليغا في وقت كنا نسمع فقط بالبوندسليغا. يعني حتى الشهادة تاعو جابها في ألمانيا. أكيد لا، هناك عمل قاعدي. أتمنى فقط أن يتم الحفاظ على هذا الطاقم لأطول فترة ممكنة، لأننا في الجزائر هناك كل شيء لأن ننجح في كرة القدم، لكن الشرط الأساسي للنجاح هو الاستقرار، غير موجود للأسف.